بحب الصور القديمه وكمان افلام 35 مللي والكاميرات الكودك والكاميرات الغريبه اللي فيها نويز كتير دي. فانت النهارده علمك ازاي تطلع صور بالكاميرات القديمه دي بموبايلك بس. تابع معايا. ويلكم باك. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مصطفى في حلقه جديده. حلقه النهارده غريبه شويتين وهرجع بيك ورا كده لسنه 1990 1980. شوف انت على حسب الفلتر او على حسب الكاميرا اللي هتختارها معانا النهارده. بس قبل ما نخش في حلقه النهارده قول لي كده ايه رايك في الاستوديو الجديد؟ هو مش جديد، هو احنا صورنا فيه في اول فيديو رجعنا فيه بعد ثانويه عامه، وللاسف انا متواجد في الاستوديو مش متواجد في الاستوديو الجديد بتاعنا، فعشان كده بصور فيه. بس برضو ده لا يمنع ان احنا نغير شويه تغييرات، يعني فاهم انت، اجيب السوفت بوكس معايا، اغير الاضاءه، يعني اروق عليك بدل ما انت قاعد كده كل مره في نفس الكادر في نفس الاستوديو. لا، اروق عليك شويه شويه عشان انت برضه تروق عليا. تعمل اللايك المتين بتاعك بتاع كل فيديو، والكومنت اللي بعرف منه رايك المهم جدا 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 طبعا. وخلي بالك انا ما بترولش، رايك مهم جدا على فكره، بس انت لو مش مقدر رايك ما بتنزلش تكتب لي كومنت يا صاحبي. فانا لو منك انزل الفيديو ده المره دي وتكتب بقى كومنت روق على اخوك يعني بيرجع وبيحاول يقف على رجله تاني، وديك شايف الصرف باين في الفيديوز يا عم. بس اهم حاجه، بس زي ما قلت لك، بعد ما تعمل حاجتين الاساسيتين اللي هم اللايك والكومنت، تعمل شير بقى الفيديو لاصحابك، بس طبعا بعد ما تخلص الفيديو الاخر عشان ما نجبرش حد على حاجه. تخلص بس وتفرج، عجبك الفيديو اعمل الثلاث حاجات دول ان شاء الله هيعجبك، يعني ما تقلقش. نيجي بقى لموضوع حلقه النهارده. اكلمك بس كده باستفاضه. اخوك بقاله فتره بيدور على افلام 35 مللي و110. ليه بقى؟ لان هو راح من فتره كده سوق الخرده، والكلام ده انا المفروض ما اكلمهوش في الفيديو ده، بس عادي احرق لك جزء من الفيديو اللي جاي. نزلت سوق الخرده واشتريت حبه حاجات من ضمنها كاميرتين، تمام. والمشكله هنا ان الكاميرتين دول انا لما دورت على اسعارهم لقيت ان اسعارهم تتباع بمبلغ، فاهم، وانا مشتريهم بمبلغ في الارض بالمعنى الحرفي. يعني مش عايز ابيعهم غير لما اشتري لهم افلام واشغلهم واجربهم. يعني ما انكرش ان انا عايز ابيعهم الصراحه، بس برضو اجربهم. ممكن لو عجبوني ممكن فعلا اتنازل عن قرار ان انا ابيعهم واخليهم معايا في الاستوديو، والاسم ان انا يبقى معايا كاميرتين من الزمن العتيق. بس المشكله هنا ان انت لو راجل هات لي حد بيبيع افلام دلوقتي. الافلام وقف تصنيعها في 2008، تمام، واخر فيلم ممكن تلاقيه ب 2010. بس حاليا في ناس بتبيع افلام والفيلم 36 صوره اللي هو 300 كان كام؟ انا لسه قايل من شويه الافلام كانت حاجه يا ربي، كانت 300 الافلام ال 35 مللي موجوده حاليا، يعني انا اقدر اروح عند مكان معين اشتريها، لكن هو بيباع بحوالي 300 وي. فتخيل انا مشتري كاميرا برخص تراب اشتري لها فيلم يعني اكتر من 10 مرات سعرها غالبا او اكتر كمان، فاهم؟ لو انت متخيل المبلغ معايا اشتري فيلم 36 صوره ب 300 وحاجه. فالصراحه فكست الموضوع، ستيل بدور على اماكن بتبيع، ولقيت اماكن، بس برضو بدور على اماكن ارخص بكتير، لان الموضوع ده مبقاش حد يستخدمه حاليا غير ناس قليله قوي، فبالتالي الاسعار المفروض الحاجات دي تبقى برخص تراب مش في علو السما. بس فاضطرينا نلجا للبدائل اللي معانا في حلقه النهارده، وهي شويه ابلكيشنز وايديت يدوي كده هعرفك عليهم النهارده عشان تعرف ازاي تخلي صور بتاعتك صور من هي صور عاديه لصور ريترو او فينتج، حاجات كده من روائح الزمن العتيق. من غير لك كتير، وانا حاسس ان انا لكيت قوي الصراحه الفيديو ده، انا عارف نفسي يعني من غير ما تقول. يلا بينا نبتدي. النهارده معانا 4 ابلكيشنز هنتكلم عليهم النهارده، هم اللي بيعملوا لنا الافكتس بتاعت الصور القديمه. هنيجي لاول ابلكيشن معانا وهو ابلكيشن اولد رول. الابلكيشن عباره عن ان هو بيديك شويه كاميرات قديمه وانت بتتعامل بناء عليها الستايل اللي انت عايز تصور بيه، نوع الكاميرا دي، وكل كاميرا بيبقى ليها يعني ستايل معين للتصوير. يعني مثلا تعالى اوريك كده الابلكيشن بشكل سريع، مش عايزين برضو نتعمق في الابلكيشنز كلها عشان وقت الفيديو ما يطولش. انت بتدور تحت على الكاميرا اللي انت عايزها او بتختارها، يعني في كاميرات مفتوحه وفي كاميرات مقفوله. انا عن نفسي بحب اصور بالكاميرا دي. الكاميرا دي هي اللي انا بحب اصور بيها، تمام. بالنسبه للصوره، تعالى نتفرج على الصوره، هتلاقي ان الصوره شكلها عامل كده. ابلكيشن سهل وبسيط وفيه شويه حاجات يعني زي الكاميرا العاديه، مش حاجه واو يعني او صعب التعامل معاها، فانا هسيبك تكتشفه. انت بس عندك موديلات كتير للكاميرا، فانت تقدر تتعامل مع واحد منهم وتشوف الكاميرا اللي مناسبه معاك او الجو اللي انت عايز تصور بيه موجود في انهي كاميرا وتتعامل. الابلكيشن الثاني معانا هو ابلكيشن اسمه فيمو. الابلكيشن اسمه غريب شويتين 3، بس هو الفكره بتاعته رايقه جدا. يعني هو بيديك شويه افلام، تمام. الافلام اللي هي ال 35 مللي دي بتفتح الفيلم وتشوف انت عايز تختار انه فيلم تصور بيه. على سبيل المثال هو بيديك كذا فيلم هنا، فانا لو هختار الافلام دي هقوم مصور بيها. انا
خلصت فتره السماح الموجوده يعني في الابلكيشن. كل فيلم مثلا بيبقى عليه كام صوره، في ابلكيشنز مدفوعه وابلكيشنز فور فري، فانت ممكن تتفرج على الاعلانات لو موجوده، ممكن تخلص الكام صوره الموجودين. لو لقيت ان الابلكيشن يستاهل ممكن فعلا تدفع الاشتراك، اعتقد ان هو هيبقى حاجه رخيصه جدا يعني. فعندنا مثلا كام فيلم تاني هنا ممكن تصور بيه برضو وتشوف الصوره، تخش على الفيلم عادي جدا او تخش على المكان بتاع المعرض تختار الصوره شكلها غريب شويتين ثلاثه الصراحه، بس يعني الفيلم طلع الصوره دي، الفيلم غيره بيطلع صوره بشكل تاني، غيره بيطلع بشكل ثالث، فمش كل الافلام بتطلع نفس الفوتج او بتطلع نفس جوده الصوره، كل واحد بيتميز بحاجه لذيذه يعني. حاول اسيب لك برضو في كل ابلكيشن شرحته مثال صورته بالابلكيشن ده عشان تشوف برضو. ونصيحه مني، جرب بكل ابلكيشن او لما تيجي تصور بحاجات زي دي جرب تصور في مكان ضلمه وانت منور فلاش، اعتقد بنسبه كبيره هتدعي لي ان هيطلع معاك صوره رايقه جدا. الابلكيشن الثاني ما اعتقدش ان في حاجه تشرح غير ان هو عباره عن افلام، وبتختار الفيلم اللي انت عايز تصور بيه وبتصور الصوره بتاعتك والموضوع ايزي ما فيهوش حاجه تشرح. الابلكيشن الثالث بقى هو اللي محتاج شرح شويتين ثلاثه لان هو متوسع الصراحه. هو الابلكيشن عباره عن كاميرا تمام وبرنامج اديت في نفس الوقت، يعني بتصورنا صوره وبعد كده جايين نعدل عليها، هتلاقي ان الصوره بيحطها لك في فريم كانها صوره فوريه زي الكاميرات بتاعت زمان. وبعتذر عن صوتي، المكان هادي شويتين ثلاثه فانا ما بعرفش اتكلم برتم عالي قوي، فاهم؟ فالله واكب المكان اللي انا فيه. اول حاجه تعملها بعد ما تصور الصوره بتاعتك او تختار الصوره ان انت تنقي الفريم. على سبيل المثال ممكن تنقي فريم زي ده مثلا، وبعد كده تخش على الافكتس الموجوده. انا هختار مثلا الافكت ده، شويه فلاتر موجودين يعني ممكن نختار ده مثلا. والاديت المتعرف عليه بقى اللي هي الكونتراست والستوريشن كولر تيمب والشاربن، الحاجات الاساسيه يعني بتاعت اي اديت دي موجوده في اي برنامج، انت برضو متاح لك هنا ان انت تعمل اديت. وبعد كده شويه فلاتر من اللي هي الحاجات النويز واكن الصوره مر عليها فتره طويله، الحاجات اللي هي اللذيذه قوي دي بس. وبعد كده ممكن تختار بقى يا نون يا اما نوع فلاتر موجوده. الابلكيشن ما تعمقتش فيه الصراحه، ما جربتوش تجربه طويله، انا لقيت ان هو لذيذ قوي. وابلكيشن زي ده هيطلع لك شويه صور قديمه جامده جدا، بس انت تعمق فيه وفهمه صح هتلاقي ان الدنيا معاك بقت لذيذه قوي. بس انا الصراحه يعني العيب الوحيد اللي في الابلكيشن ده ان انا مش هقدر على ما اعتقد يعني على تجربتي الشخصيه ان انا اشيل الكادر اللي بيبقى على الصوره. انا صراحه الصور دي احب اكتر انها لما تكون ساده من غير الكادر، بس اعتقد يعني في ناس ممكن تحب الموضوع ده وناس لا. زي ما قلت لك انا مش عايز اطول ما بين كل ابلكيشن وابلكيشن عشان الفيديو ما يطولش، لان لسه في جزء شرح في الاخر، نحاول نخلي الفيديو خفيف كده. الابلكيشن الرابع هو ابلكيشن هيوجي. على ما اعتقد ان دي شركه معروفه زمان كان ليها علاقه بالافلام او بالكاميرات على حد علمي، يعني ممكن تكون معلومه خاطئه. بس هو الابلكيشن عباره عن ايه؟ عباره عن فيلم واحد، انت بتصور بفيلم واحد وبعد ما تصور الصوره بتخش على حاجه اسمها المعمل وتختار الصوره بتاعتك وتعمل لها سيف او هي بتنزل اوتوماتيك على الجاليري. يعني مثلا تعالوا نصور صوره كده، هو نفس الكادر بتاع كل صوره. حاول برضه اسيب لكم زي ما قلت صور تمام. بص الصوره شكلها عامل ازاي، صوره لذيذه نوعا ما. لو جربت صوره زي دي بالفلاش في مكان مظلم هيبقى الموضوع لذيذ يعني. فخلصنا اول 4 ابلكيشنز خلصوا معانا. خش بقى يا صديقي على الايديت، ودلوقتي اقدر اخش في المكان اللي انا فهمان فيه. لا تقولي ابلكيشنز بقى ولا الموبايل هو اللي يتعامل، احنا ناس بنحب نتعامل بايدينا معلش يعني، فدخلني على الايديت يا ابني. بص يا صديقي، احنا النهارده هنتعامل ببرنامجين، اللايت روم والبيكس ارت. اللايت روم شرحه يطول شويتين ثلاثه فانا مش هتدخل فيه قوي، يعني كل اللي هقول لك ان انت تعمله باللايت روم. لو عايز تبتدي بيه فانت تدخل الصوره بتاعتك وتعمل اديت للالوان بحيث ان الالوان تكون بهتانه شويه، التون بتاعها تسعيناتي او ثمانيناتي. اعمل تغذيه بصريه من على اي موقع له علاقه بالحاجات دي وشوف الجو زمان كان عامل ازاي. افهم انت التون بتاع الصوره كان بيتكون ازاي وحاول تكونه على اللايت روم. الموضوع مش محتاج شرح صدقني طالما انت فاهم اساسيات في البرنامج، ولو مش فاهم اساسيات فهتلاقي فيديوهات كتير على اليوتيوب، وتقريبا كنت عامل فيديو زمان على الموضوع ده فممكن ترجع تتفرج عليه. يعني الموضوع مش محتاج شرح لان هي مش قاعده واحده تمشي عليها، انت هتتفرج بس على شويه تغذيه بصريه للصور القديمه كان شكلها عامل ازاي، وتفهم انت بقى تون الالوان في فتره معينه او في حقبه زمنيه معينه كانت عامله ازاي وتحاول تقلدها على اللايت روم، وبعد كده تخش على البيكس ارت تعمل اللي احنا هنعمله. في مشكله صغيره كنت حابب اوضحها لك، ان البيكس ارت مش مخليني لا اقدر اعمل سكرين ريكوردنج، مديني شاشه سوداء في السكرين ريكوردنج، ولا اني اعمل لك سكرين شوت عشان اوضح لك عليها. فالفيديو اللي صورناه هو عباره عن شاشه سوداء للاسف. كنت هشرح لك عن طريق السكرين شوتس واكتشفت برضو ان هي ممنوعه في بيكس ارت.
فانا مضطر اسفا ان انا اكتب لك اسماء الافكتس واسماء القوائم اللي جنب منها الافكتس وكده على الشاشه، وانت تطبقها تفهم وتطبقها. للاسف مفيش شرح عملي على الموبايل لان بيكس ارت مقفل علينا جامد. فيلا بينا نكمل. بص، هتخش على بيكس ارت تختار الصوره بتاعتك. على سبيل المثال انا اخترت صوره زي دي، وهتبتدي معايا بقى تبص على الحاجات اللي انا هعملها. انت ممكن تعمل ادجست، يعني تختار تعدل في الالوان شويتين 3، حاجه اختياري برضو مفيش مشكله، او تعدل في البرايتنس والكونتراست وشويه اللعب بتاع الاضاءه ده، او اما تكون عملت اوريدي من لايت روم مع تعديل الالوان. بس اللي احنا عايزينه دلوقتي من بيكس ارت هو قائمه افكتس. تمام، تخش على القائمه وترجع على الاف اكس. تمام، وهتخش على عندك فيلم 1 وفيلم 2 وفيلم 3. تمام، انت بتختار على حسب التون بتاع الجو اللي انت عايش فيه او الاوتفيت اللي انت بتصور بيه مثلا او المكان، فبتختار فيلم 2 او فيلم 3. فيلم 1 ده على حسب ذوقي انا مش شايفه فلتر لذيذ يعني، فانا مثلا في صوره زي دي بما اننا متصورين الصبح فانا هختار فيلم 3، وهحاول اعلي النويز سيكه كده والبلور اقلله السنه ما يبقاش غشيم قوي، واقلل الافكت حاجه بسيطه. فاهم يعني؟ بص الاصل كان عامل ازاي وبص الصوره دلوقتي عامله ازاي. وبعد كده هدوس تمام، اخش على الافكتس تاني وهختار نويز. عايز الصوره برضو يكون فيها نويز شويتين كده احسن، وممكن اقوم داخل تريكه زياده اقوم داخل على ادجست، ومن الادجست ممكن العب بقى في الاضاءه شويه، يعني على ما اعتقد زمان الاضاءه بتبقى لاسعه شويتين على ما اتذكر يعني، والكونتراست ممكن تظبطه سنه، والساتوريشن تقلله حاجه بسيطه. يعني زي ما انا شايف الصوره ظبطت شويه، هي تظبط على صور وصور، يعني ممكن تظبط على صور اماكن اكتر بكتير من ان هي تظبط على صور اشخاص، فاهمني؟ وانت بقى تقعد تقلب في الابلكيشن وتشوف انت عايز تضيف افكت كمان، افكت اقل، تضيف لمسه منك انت. انا اديتك بس شويه حاجات بسيطه، هي تركات تافهه جدا، فاهم؟ وممكن ما تضيفش حاجه على الصوره بتاعتك، بس هي بتشتغل اكتر على الصور اللي علاقه بالاماكن. فانت بقى عدل على التعديل اللي انا قلته لك، ما تعملهوش، استخدم الابلكيشن اللايت روم يظبط معاك، وتخش تحط بقى الفلتر بتاع الفيلم. او بكل بساطه ممكن تخش على البيكس ارت وتعمل سيرش على في التوتوريالز اللي موجوده فيه على حاجه زي كده، وتقلد التوتوريال وزي الفل. ادي دي برضو معلومه تانية جنب التريك اللي انا قلت لك عليها. تقريبا خلصنا، ايه رايك؟ اتمنى الفيديو يكون عجبك النهارده. بس استنى، تروح فين؟ انا ما خلصتش كلامي. كالعاده اقول لك ان انا كان معاك مازن مصطفى، بس دي في الاخر يعني. اهم حاجه تعمل لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، فعل زر الجرس على الاول، ورايك الجميل يا صديقي في الكومنتس تحت. وبس كده، كان معاكم مازن مصطفى، نشوفكم فيديو جاي، مع السلامه.